السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة سوبر تاكتيك. كنضرب لكم موعد من جديد في حلقة جديدة. كيف ما عودناكم ووعدناكم أن الاستمرارية غادي تكون إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المرة. مرحبا بكم مرة أخرى، وكنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو تلقاكم بألف خير، ونتمنى أن العائلة تزيد تكبر شوية، فأننا نشاركوا ونبارطاجيو أكبر عدد من الفيديوهات تخص يعني تحليل أو يعني مناقشة كرة القدم بصفة عامة، والدوريات المغربية والدوريات العربية بصفة خاصة. إذا موضوع حلقة اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نمشيو فيه بعجالة المباراة الوداد البيضاوي اللي جمعت ليلة البارحة ضد فريق يعني أهلي طرابلس الليبي. فريق الوداد كيف ما كيعرف الكل يعني في مرحلة ديال الإحلال والتسجيل بقيادة المدرب الوطني عادل رمزي. مدرب يحاول يعني اكتشاف العديد من الأمور داخل الوداد، يحاول جاهدا خلق واحد المجموعة قادرة أنها تمشي لأبعد نقطة في هذه البطولة العربية، لا سيما وأنه غير مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية، لأنه فقط أشرف على الفريق قبل 10 أيام أو 12 يوم فقط. بعجالة المباراة كانت يعني الريتم ديالها منخفض. فريق الوداد كان يعني هو اللي كيبادر في الهجوم. فريق أهلي طرابلس يعني احتكم للدفاع وحاول يعتمد على الكرات الهجمات المرتدة بقيادة المهاجم الليبي الخطير سالطو، اللي سبق ليه واحترف في الدوري المغربي عبر بوابات فريق الفتح الرباطي. نرجعوا للماتش، يعني الوداد يعني كيف ما قلنا الهجمات كانت محتشمة بين الفريقين، لم ترتقي يعني يعني الطموحات ورغبة الجمهور اللي كان كيتابع، وخصوصا الجمهور الودادي. إلا أنه في الدقيقة 45 فريق الوداد تحصل على ضربة خطأ يعني ترجمها بنجاح الظهير الأيمن أيوب العملود. انتهى الشوط الأول بواقع التفوق لفريق الوداد البيضاوي بهدف ل0. الشوط الثاني يعني وضد مجرى اللاعب فريق أهلي طرابلس حتى وبكرة عرضية سجل هدف. يعني هنالك يعني واحد التوتر بين يعني قلبي دفاع الوداد ابو الفتح وزولا. بكل تاكيد عادل الرمزي غادي يحاول يشتغل على هذه النقطه في قادم الايام. المباراه يعني كانت فيها محاولات محتشمه كيف ما قلت. ظاهر جليا ان التعب يعني يظهر على معظم لاعبي فريق الوداد بحكم مشاركتهم الدول يعني الخارجيه وفي الدوري المغربي هذا العام. يعني الفريق يعني كان خاصه يكون في الفتره الحاليه يعني في فتره صيف يعني، وبالمقابل غادي يدخلوا في مرحله ديال التحضير للموسم المقبل. اللاعبين ما ارتاحوش، يعني انا لا ماشي كنحاول نلقى لهم اعذار، ولكنهم لاعبين يعني عندهم واحد المرحله ديال الموسم كيحاولوا ياخذوا قسط في الراحه منها، وهذا ما لم يحصل لمعظم لاعبي فريق الوداد. طرد كذلك ديال ابو سفيان في الدقيقه 82 او 83 ان لم تخني الذاكره كذلك اثر بشكل كبير، وهذا خصو يعني يكون واحد الوقفه كبيره من الجهاز الفني لفريق الوداد بانه يعني يطبق لوائح عقابيه، لان لا يعقل ان في كل ماتش يعني كيخرج لك لاعب ببطاقه حمراء. يعني خص يكون هنالك حمل، يعرفوا الحمل المسؤوليه اللي عليهم بانهم كيحملوا قميص الفريق الوداد، قميص عريق، وهذا يعني كيخليهم يكونوا منضبطين سواء داخل ارضيه الملعب او خارج ارضيه الملعب. ما نخرجوش على صلب الموضوع، نتيجه ايجابيه ريت يعني الى حد ما. جميع جميع يعني المفاتيح بيد فريق الوداد اذا اراد انه يتاهل، سواء بالفوز على الهلال السعودي رغم انه يعني خصم صعب وعنيد، ولكن لا شيء مستحيل مع فريق الوداد لانه فريق كبير كذلك، اكبر يعني اكبر الفرق الافريقيه. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يحاول اللاعبين بقياده المدرب عادل رمزي انهم يحققوا نتيجه الفوز او نتيجه تعادل مع فوز السد على اهلي طرابلس. كذلك غادي يتمكن الوداد انه يصعد للدور الربع النهائي كثاني المجموعه. الى هنا ناتي الى نهايه هذا العدد اللي حاولت يعني نخصصه بعجاله كبيره لمباراه الوداد ضد اهلي طرابلس اللي انتهت بتعادل ايجابي هدف لمثله، وهو التعادل الثاني بعد التعادل الاول في المباراة الأولى ضد السد القطري بصفر لمثله. إلى هنا نأتي لنهاية هذا العدد.
نستودعكم الله، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نضرب لكم فيديوهات، وغنحاولوا نديروا فيديوهات اكثر في الاوقات المناسبه، وغادي نحاولوا نخصصوا واحد الحيز زمني كبير في الحديث عن الميركاتو، سواء فيما يخص الدوري المغربي الممتاز او باقي الدوريات العربيه بالاضافه الى الدوريات الاوروبيه. الى هنا ناتي الى نهايه هذا العدد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.